الجهاز اللي معانا النهارده اكتر جهاز حيرني والله، تحسه كده غرقان في بحر مميزات. هو ايه ده يا اخي؟ ده انت سبت لي التليفونات التانية عشان تعمله؟ فاستعد عشان فيديو النهارده هيكون فيديو شامل، هعرفك فيه كل التفاصيل عن الاونر 19. صدقني لما اقول لك كل التفاصيل يعني كل التفاصيل. ولكن قبل ما نبدا حابب اقول لكم كلمتين بس. ايه الدعم ده يا جدعان؟ ايه الحلاوه دي؟ يا ريت تكملوا دعمكم الحلو ده ليا وتعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وكمان اتفرجوا لاخر الفيديو لان عايز نصيحتكم في حاجه هتفرق معايا جدا. ويلا من غير ما نضيع وقت كتير، انا احمد السيد والنهارده هنتكلم عن الاونر 19. الشاشه، ويا لهوي على الشاشه. وقبل ما نبدا كده، هي طبعا مشهوره بموضوع الفليكرلس ده، وما كانش حد مهتم بيه لما اوبو طلعت بيه، كل الناس بتتكلم عنه. اي حد بيقارن الجهاز ده بجهاز تاني لازم يتكلم عن الموضوع ده. ويعني خليني اقول لك ان موضوع الفليكرلس ده هو اللي انت شايفه قدامك ده. التقطيعه دي انت مش بتلاحظها، مخك بتجاهلها، بس دي مع الوقت عملوا دراسات عليها واثبتوا ان هي بتعمل صداع وتقريبا وجع في العين واحمرار وكلام من ده. واونر هنا بتقول لك ان هي اكتر شاشه هتحافظ على العينين. خلصنا كده بقى نعرف الشاشه دي بتقول ايه، لان الصراحه شاشه جامده جدا. واكيد خدت بالك ان هي شاشه عملاقه بحجم 6.7 انش. الشاشه دي من نوع اموليد، بتدعم مليار لون، 120 هرتز مع دعم وضع اتش دار 10 بلس. ايه ده لسه الشاشه سطوعها 1600 شمعه. ده مستوى فليك شيب يا اسطى، مستوى فليك شيب. الشاشه دي دقتها 1200 بكسل في 2664 بكسل، اللي هو اعلى من فول اتش دي بلس وما بين ال 2K كده. لا وكمان 435 بكسل لكل انش، مستحوذه على الواجهه الاماميه للجهاز بنسبه 98%. الشاشه دي انا احطها في اجهزه فلاج شيب عادي جدا، مش شاشه فئه متوسطه خالص. انا بكلمك جد والله. الشاشه دي فرجه فيديوهات والعاب ومعدل تحديث 120 هرتز، ارقام خرافيه والله. وبعدين 435 بكسل، يعني التفاصيل في الشاشه. وده هيساعدنا في نقطه الكاميرات اللي لسه هنتكلم عنها. وحته الفرجه على الفيديوهات دي بقى، فانت هتستريح جدا مع الشاشه دي. السيمتريا اللي بتتميز بيها الشاشه دي بطريقه فظيعه يا اخي. ايه ده؟ اخده كيرف من الاربع الاتجاهات، مش من الاتجاهين بس، من فوق ومن تحت ومن يمين وشمال. الوان الشاشه ممتازه، انا مبسوط بيها والله بجد. فتجربه للشاشه دي والتقييم اديلها 10 من 10. تعالى بقى كده اما نتكلم عن الديزاين. هو خامات التصنيع فيها اختلاف، في اللي يقول لك بلاستيك وفي اللي يقول لك زجاج واللي يقول لك خامات شبه الزجاج، فاحنا مش عارفين، بس هو تقريبا الاقرب ان هي جايه من الازاز. وما تقلقش ماسكه الجهاز بريميوم او كده. وبرده اونر اللي عملت الحركه اللي عمالين نشوفها دي، وما قالتش عن اي طبقه حمايه على الشاشه، ولا اعلنت عن اي شهاده مقاومه لبقع الميه حتى. هما تقريبا استسهلوا الموضوع كده، كله بيشيل فاحنا هنشيل معاهم وخلاص. طبعا مفيش عندك هنا مكان ال 3.5 مللي نهائي، دي حركه كلنا اتعودنا عليها، والبصمه بتاعتنا هنا موجوده تحت الشاشه مش في زرار الباور. وما تقلقش هي استجابتها سريعه طلق. الظهر بقى ده اذواق، الناس كلها حابه في التصميم وانا الصراحه محتار فيه. اللي هو الموبايل ده اصلا مميز بكاميراته، وانت عامل لي شاشه سيمتريه ومقسم لي كل حاجه تقسيمه مظبوط. طب ليه تحط لي الكاميرات في الجنب؟ كنت حطهم في النص كده وسط دايره كبيره كده، والكلام ده كان هياكل مع الناس جامد. انا بتكلم عن راي الشخص، عشان اللي هيدخل يقول لي في الكومنت التصميم جامد وبتاع، انا عارف ان هو كويس، بس انا بتكلم في رايي انا. يعني مثلا حاجه شبه شكل الكاميرات بتاع الريلمي 11 برو بلس، انت مظبط لي ظبط لي الشكل ده كمان. دي حاجه بس انا حبيت اكلمكم فيها كده. اللون الابيض اللي في الجهاز ده، في منه لونين من الابيض، واحد كده مزركش من تحت والصراحه شكله مش عاجبني خالص. انما بقى في لون تاني كده مزركش داخل فيه لون سماوي مع لون ابيض مع لون برتقاني، ده جامد. وفي كمان لون اسود ولون اخد درجه من الاخضر، الاتنين برضو كويسين. انما اللي ما عجبنيش هو اللون الابيض المزركش من تحت ده. ما نطولش كتير في نقطه التصميم ونخش على الاداء. والاداء برضو هنا مفاجاه. هو كمان انت عندك هنا السناب دراجون 7 جين 1، معالج قوي جدا جدا جدا، ودقه تصنيع 4 نانومتر، وكمان مخصوص للجهاز ده اكسلريتد اديشن للمعالج ده بالذات، يعني معالج مسرع. انا مش عارف دي فرقت ايه بالظبط، بس هو جاي مع المعالج الرسومي ادرينو 644. فككل المعالج ده اداؤه كويس. ونقطه هنا اقول لك عليها بالظبط، انت لو هتلعب العاب وعلى قد كده اللعب بتاعك والجهاز العملي معاك شغال، فالمعالج ده مش هيأثر معاك في حاجه. انما لو انت جايب الجهاز للالعاب، فبتهيألي في اجهزه فيها معالجات اعلى في نفس الفئه السعريه دي، ده للالعاب بس. انما العمليه بتاعت الجهاز ده الصراحه رهيب. كمان الجهاز مبني على نظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهه اونر ماجيك او اس 7.1. الواجهه برضو من الواجهات السلسه على الجهاز ده،
سمعنا يا شاومي. وكل حاجه في الجهاز ده طياره بمعنى الكلمه، مفيش لاجات كده ولا كلام من ده. ال 120 هرتز اللي في الشاشه ظابطين الموضوع ده جدا. الجهاز برضه شغال عليه خدمات جوجل عادي جدا، عشان لو الناس بتسال. المشكله مع هواوي مش مع اونر خالص. شايف انت بقى الكاميرات اللي هناك دي، الكاميرا الاساسيه فيهم تيجي في رايك كام؟ كاميرا 200 ميجا بكسل، وصدقني مش بضحك عليك لما اقول لك ان دي انضف كاميرا في الفئه دي دلوقتي. كاميرا فعلا بتنافس اجهزه فلاج شيب، ولو حكيت لك عن كم الفيتشرز اللي الجهاز ده حاجزها للكاميرات دي مش هتصدق. بص الاي اي ما خلاش لحد حد. الكاميرا اللي هنا دقتها 200 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 1.9، تليها كاميرا تانية 12 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 2.2 دي بتاعه الالترا وايد، وكمان كاميرا ثالثه 2 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 2.4 ودي بتاعه الدبث، وكمان عندك 2 اكس زوم من الجهاز اللي هو من غير ما تفقد تفاصيل في الصوره خالص، زوم عادي مش زوم ديجيتال. وانا الصراحه مش حابب اتكلم عن الصور اللي بيطلعها الجهاز ده، شوف واتفرج انت. كمان الجهاز ده بيصور فيديوهات 4K على 30 فريم من الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه، وتقدر تصور فيديوهات من الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه وتحول ما بينهم الاثنين في نفس الوقت، او تقدر تصور الاثنين برضه في نفس الوقت. شوف يا اخي انت نسيتني، انا نسيت اقول لك ان الكاميرا الاماميه دقتها 50 ميجا بكسل. انت متخيل دي كاميرا خلفيه في اجهزه ثانيه، فاتت على 6 اف 1.4، وكمان الزاويه بتاعتها واسعه، يعني مش هتحتار انك تجيب اشخاص في الكادر بتاعك اللي بيكون وراك واسع جدا. الكاميرا دي برضه بتقدر تصور فيديوهات 4K على 30 فريم، والكاميرا الخلفيه مفيش فيها اوبشن انك تصور 4K على 60 فريم، بس بتهيألي دي مش هتفرق معاك قوي يعني. هو الجهاز معمول للفلوجنج والاشخاص اللي بتحب التصوير، واللي انا واحد منهم بالمناسبه. وهنا اونر اهتمت بالتفصيله دي وحطت لك اوتو تراكنج انك تقدر تتبع الشخص في الفيديو بتاعك، وكمان عندك اوبشن انك تحرك الصوره. والتصوير الليلي في الجهاز ده يا اخي ايه ده، خصوصا حجم السنسور المناسب جدا في الضوء، بيدخل ضوء كبير في التصوير الليلي، وكمان مساعده الاي اي في علاج العمليه بتطلع صور يخرب بيتها. وكمان عندك منع اعتزاز في تصوير الصور، يعني حته ان حد اتحرك ويجي مكانه مشوش كده ومدوش ده مش هتلاقيها هنا. وعندك مونتاج فيديو بالاي اي، ومجموعه فيديوهات كده تحطهم له وهو يمنتج لك الفيديو على حسب اللي هو شايفه صح وعلى البيت اللي انت عايزه. وعندك ميكروفون تاني مخصوص في نويز كانسليشن لعزل الضوضاء، يعني لو عربيه معديه جنبك وانت بتتكلم مش هتلاقي صوتها ولا الدوشه اللي بتبقى حواليك دي. عندك وضع الهاي ريزولوشن، وده بيستخدم كاميرا باعلى طاقتها، بيطلع لك صور فيها شاربنس وتفاصيل وتزوم براحتك فيها، وكل ما تزوم هتطلع تفاصيل اكتر. الجهاز ده جهاز تصوير من الاخر. اصلا تسويق اونر للجهاز ده انه جهاز تصوير. الكاميرات فيها فيتشرز كتير محتاجه لها فيديو تاني لوحده، فما نطولش فيها بقى وندخل على البطاريه. والبطاريه اللي هنا حجمها عملاق على الرفع اللي الجهاز ده فيه. البطاريه اللي هنا ساعتها 5000 ملي امبير بقوه شحن 66 واط. انا عارفك هو مش اسرع شحن، بس برضه مش ابطا شاحن في الفئه دي، بيشحن من 0 ل 25% تقريبا في 5 دقايق بس. كمان عندك شحن وايرلس بقدره 5 واط. واكتر حاجه ضايقتني في الموبايل ده، شوف يا اخي احنا عمالين نتكلم في المميزات بقالنا قد ايه، ان السماعات اللي هنا مونو. انت متخيل ان الجهاز ده عامل بالظبط زي حارس مسك الكوره من المرمى بتاعه، فضل يرقص كل اللعيبه ورقص الجون بتاع الفريق التاني، وجاي يشوط قام جايبها بره. اللي هو ليه يا اخي؟ طب ما انت عملت كل حاجه، شاشه ومعالج وتصميم وكاميرات وبطاريه، جاي تستخسر في دي؟ بس بص خلينا نكون واقعيين، هي سماعه مونو بس صوتها عالي جدا، اعلى من صوت سماعات ستيريو في الفئه دي اصلا. بص اسمع انت بنفسك. طبعا شفت ان صوتها عالي، بس برضه ايه يا اونر كده، كنت حطها ستيريو خلاص ريحينا يا ست. المهم انت عندك اصدارات كتيره من مساحه التخزين في الجهاز ده. عندك نسخه 256 مع 8 رام، و256 مع 12، و256 مع 16، 512 مع 12، و512 مع 16. عايزك تقولهم في نفس واحد. المهم ان سعر النسخه ال 256 مع 12 جيجا رام بيبدا في الامارات ب 1599 درهم، اللي هو حوالي 13000 ونص كده باقي. وكنصيحه مني لو هتجيب الجهاز ده هاته من الامارات او من السعوديه، لان انت هنا اصلا ما عادش عندك اجهزه وضمان محلي، ضمان دولي، فهتجيبه من هنا، ولو نزل هنا اصلا هيكون غالي، فاته من بره مصر احسن. وكمان عايز اقول لك ان مفيش اي معلومه ان الجهاز ده هينزل مصر، انا سمعت اشاعات ان هو هينزل بس مفيش حاجه اكدت الخبر ده لحد دلوقتي. فالمهم بقى الحته اللي انا عايز نصيحتكم فيها، انا دلوقتي لو هجيب الجهاز ده
هجيب النسخه ال 512 جيجا لان ده اللي هيمشي معايا. النسخه ال 512 دي سعرها 1990 درهم، يعني اقول 2000 درهم، فبالمصري هنا وبتاع على ما توصل لي تكون عامله 20000. فهل بقى انا اجيب الجهاز ده واضيع الفلوس كلها، ولا اجيب مثلا جهاز شبه الريلمي 11 برو بلس واستثمر الفلوس دي في حاجه تانية؟ هستنى تكتبوا لي رايكم في الكومنت لان انا محتاجه بجد في النقطه دي، واحنا ما بقيناش غربه عن بعض طبعا، فانا استنى النصيحه منك. وبس دي كده كانت كل حاجه، ما تنسانيش بقى من شير لايك كومنت سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام يا صديقي.